ما نعرف هذا، يا ريت تنطينا الخبر الاكيد. الخبر الاكيد والخبر اليقين هكذا. يعني انا حالي حال الناس انتظر كاظم. وجهت له الدعوه. السيد المحافظ اسعد عيداني راح دبي على امل ان يلتقي به، فما التقى به، التقى بالشاعر كريم العراقي، فما اجى في نتيجه. يعني تاكيد ياتي او لا ياتي. زين. ما التقى بكاظم، ولا اكو اتفاق لا على مبالغ ولا على اي شيء اخر. ماكو. مجرد كان دعوه اتفاق مبهم. رجع المحافظ على امل ان ياتي او لا ياتي حسب ظروف كاظم. زين. شنو الظرف اللي حكمه؟ يجوز يجي، يجوز باخر يوم يجي. لحد يوم الخميس قبل افتتاح الدوري الخليج كان السيد المحافظ موجود بالشيراتون هناك. زين. وكنت انا معاه، وكنا ننتظر خبر وصول كاظم. كانت تاتينا دعايات واشاعات، كاظم وصل للمطار، الفرقه الموسيقيه وصلت، صح. ورا شويه قالوا كاظم الان في الملعب جاي يتمرن مع الفرقه الموسيقيه. وانا حالي حال العالم، لان انا ما ابدا اكسر هذا الحاجز بيني وبين كاظم، اكو احترام واكو موده، فما احب اتدخل في خصوصيته، حتى ما اتصلت به. زين. الى ان ثاني يوم يعني العالم كلها منتظره كاظم فعلا، يعني يغني فعلا. الى ان ولدي بس قالوا بابا عيب استاذ كاظم موجود، روح له على الاقل اتصل به سلم عليه. زين. قال له بنورة البصره، يا بنورة البصره، كتبت لابو وسام مساء الخير الساعه بالوحده او بالثنتين الظهر. مساء الخير، قال لي مساء النور. قلت له نورة البصره، قال لي انا بدبي. قلت له طيارتك يمتى اليوم؟ قال لي لا انا من اول يوم. من اول يوم وجهوا لي الدعوه، انا اعتذرت. زين. قلت له الدنيا كلها منتظرتك يا ابو وسام، ولو تعرف شنو هنا بالبصره صاير، الجماهير اللي متلهفه طبعا. فما اجى، شنو ظروفه ما ادري. انا واحد من الناس، بس انا اكو نقطه وهي ماكو لا اتفاق ولا انا اللي هالقد مليار ولا هالقد ما اعرف شنو. وحتى لو فرضنا، انا اعتب على ناس اكو مسؤولين ناس كبار، يعني حتى لو طلب فلوس، وانا اعرف كاظم ما يطلب. وكاظم عنده مواقف وطنيه اكثر من هواي طلعوا يتكلموا بسوء عنه. كاظم لا سارق ولا قاتل، وحتى لو يطلب اجور. كاظم ايقونه يعني احنا الان استاذ العزيز، احنا الان بيا سنه تروح لاي دوله عربيه، قل اعطيني اسم فلان رئيس، عبد السلام عارف، عبد الكريم قاسم هذا العظيم، صح، ما يعرفون ناظم الغزالي. فعلا. احنا ليش كاظم الان اصبح رقم واحد بالوطن العربي؟ صح، بشهرته، باخلاقه، بالتزامه، بوطنيته. احنا ليش نسيء له؟ ليش اي واحد يجي، واحد يتهمه خائن، واحد يتهمه عميل؟ مجرد الموضوع